سلسل ململ عليكم، وياكم أخوكم فلبي. اليوم جبت لكم عن تحديث ماينكرافت الجديد، عصر النحاس أو The Copper Age. هذا التحديث مو بس عادي، هو واحد من أكثر التحديثات اللي غيرت شكل اللعبة من فترة طويلة. أول شيء خلينا نتكلم عن النحاس. كنا نعرفه كبلوك يتأكسد مع الوقت ونستعمله بالديكور أو البرق، بس الآن صار عنده قيمة حقيقية. صار عندنا دروع نحاسية وأدوات نحاسية تجي بين الحجر والحديد. هذا يعني لو أنت لاعب جديد راح تقدر تعتمد على النحاس بدال ما تضيع وقتك تدور حديد بالبداية. النحاس راح يخلي بداية لعبك أسهل وأسرع، ويضيف مرحلة جديدة ممتعة للتطور. لكن مو هنا تنتهي المفاجآت. التحديث جاب لنا شخصية جديدة، التمثال النحاسي كوبر جولم. هذا الكائن اللطيف يقدر يساعدك بترتيب أغراضك ونقلها، ومو بس هيج، يتأكسد مع الوقت مثل أي بلوك نحاسي. يعني ممكن تتحول تماثيلك لتماثيل قديمة وكأنها جزء من القاعدة مالتك، وإذا تريد تحافظ عليها تقدر تستعمل واكس حتى توقف الأكسدة. صراحة إضافة عبقرية تعطي اللعبة طابع حي أكثر. ومن المزايا القوية التحديث جاب لنا الرفوف shelves. وأخليكم تتخيلون، عندك غرفة تخزين، وبدل صناديق عشوائية تقدر ترتب أغراضك بواجهة نظيفة وأنيقة. الرف الواحد يشيل 3 عناصر وتقدر تربطه مع الريدستون حتى يصير عندك نظام تبديل أوتوماتيكي. هذا الشيء يغير مفهوم التخزين عند اللاعبين ويخلي القواعد شكلها أجمل. غير هذا التحديث جاب إضافات تجريبية مثل الدمى مانيكوينز اللي تقدر تستعملها للعرض أو التجارب. ومطوري اللعبة وعدوا إنه راح تكون هاي الفترة مليانة تجارب قبل ما ينزل الإصدار الكامل. يعني ننتظر تغييرات صغيرة ومتواصلة قبل الشكل النهائي. ليش هذا التحديث مهم؟ لأن النحاس متوفر بكثرة في عالم ماينكرافت، والحين صار إله معنى وهدف. بدل ما نهمله صار جزء أساسي من تطورنا، وصار يضيف تنوع جديد باللعب والبناء. فأنصحكم من هسه بلشوا تجمعون نحاس، رتبوا أفكار لتصاميم غرف تخزين جديدة، وجربوا كيف تستغلون الريدستون مع الرفوف. ولما يجي التحديث رسمي راح تكونون مستعدين تبدعون من أول يوم. كان معكم فلبي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك، ونشوفكم بالمقطع الجاي. مع السلامة.